تقدم لك عرسان قبل كده؟ رفضتيهم ليه؟ علشان انا كان حلمي ان انا ادخل الجامعه واكمل تعليمي، فلسه كمان عايزه لما اتخرج اشتغل وكده، عايزه يبقى عندي حياه. عايزه تحققي كاريرك يعني. بعد كده اما اعتمد على نفسي وابقى قد المسؤوليه نبقى ناخد الخطوه دي. طب الشخص اللي انت عايزه تتجوزيه عايزاه يبقى عامل ازاي؟ الشخصيه يبقى شخص محترم وبيصلي وحنين ومتفاهم. الشكل بقى يعني عادي اي حاجه. المهم يبقى طيب بس وكويس. مهم عندك ان هو يبقى معاه فلوس كتير؟ عادي، ما بركزش في الماديات والله. عادي. ماديات عادي. دلوقتي لو هتتجوزي جه مثلا وقت انت هتختاري العفش وجات مامته قالت لك انا اللي هختار لك عفشك، هتوافقي؟ بصراحة لا، عشان انا اللي هعيش، فهعيش في حاجة مش حباها. طيب هبقى قاعدة وهي قدامي هبقى متضايقة. انا اقول لها ممكن نختار سوا، يعني ناخد رأي سوا بعد كده نختار سوا. طب لو خلاص بقى الموضوع خلاص هيبوظ على كده؟ لو الشاب محترم وفعلا لقطة كده مش هلاقيه تاني، خلاص ماشي، حاجة بسيطة اللي في نفسها عشان ابنها. القلب الطيب قلب حنين